الخوف مجرد الكلمة دي كفيلة إنها تعمل أشعريرة في الجسم. بس إيه رأيك لو قلنا إن الإحساس ده اللي كلنا بنحاول نهرب منه هو في الحقيقة هبة، أو يمكن قوة خارقة أغلبنا مش فاهمها صح؟ طيب خلينا نبدأ بسؤال مهم. هل الخوف ده هو فعلا أكبر نقطة ضعف عندنا؟ ولا ممكن يكون هو قوتنا الخفية؟ عارف الفكرة تبان غريبة شوية صح؟ بس هي دي بالظبط النقطة اللي هنحاول نفصصها مع بعض. تمام، خلينا ندخل في الموضوع على طول. معظمنا لو مش كلنا بنشوف الخوف كأنه العدو الأول اللي لازم نتجنبه بأي تمن. لو حبينا نعرفه بشكل علمي، فالخوف هو شعور قوي ومش لطيف خالص بيحصل لما بنحس بخطر أو تهديد حوالينا. بس الأهم من التعريف نفسه هو تأثيره علينا، لأنه بيسبب تغيرات في الجسم وفي السلوك عشان يجهزنا للمواجهة. وهنا بقى تيجي المفاجأة. الإحساس اللي بنقول عليه سلبي ده كان في الحقيقة سبب رئيسي في بقاء الجنس البشري. يعني هو اللي خلينا ننجو ونتطور في الوقت اللي كائنات تانية كتير يمكن كانت أقوى مننا انقرضت. يعني باختصار كده الخوف ده غريزة بقاء أساسية جدا. وده بيودينا لنقطة تانية خالص، وهي إننا ممكن نبص للخوف ده على إنه نظام إنذار، جهاز إنذار طبيعي متركب جوانا كلنا. وعشان نفهم الحتة البيولوجية دي، في اقتباس طريف بيقول: لو عملت بول على قرد فيصبح عدواني. بس ليه؟ خلينا نتكلم عن اللوزة الدماغية. الاقتباس ده على الرغم من إنه غريب شوية، بس بيشاور على نقطة البداية في مخنا بالظبط. الجزء ده في المخ اللي شكله عامل زي اللوزة اسمه الأميجدالا. ممكن نعتبره كاشف الدخان بتاع المخ. وظيفته الأساسية هي إنه يرصد أي تهديد محتمل، وبيكون أول واحد يستجيب في المخ كله. وأول ما اللوزة الدماغية دي بتحس بوجود خطر، بتدي إشارة تبدأ سلسلة من ردود الفعل الأوتوماتيكية اللي متبرمجة جوانا. السلسلة دي العلماء بيسموها سلسلة الدفاع. تخيلها كأنها خط الطوارئ من 4 خطوات. بتبدأ بالإثارة اللي فيها الجسم كله بيدخل في حالة تأهب. بعدها بتيجي مرحلة الكر والفر المشهورة، يا إما نواجه الخطر ده يا نهرب منه. طيب لو المواجهة أو الهروب مش متاحين، الجسم بيدخل في وضع التجمد، كأنك دوست باوز على كل حاجة. والحل الأخير خالص لو مفيش أي مفر هو الجمود التوتري، حالة من الشلل المؤقت. لكن زي أي نظام إنذار في الدنيا ممكن يحصل فيه عطل، وده اللي بيحصل لما جهاز الإنذار الداخلي ده يبوظ أو استجابته تبقى مبالغ فيها. وهنا لازم نقف وقفة ونفرق بين نوعين من الخوف. الأول هو الخوف العقلاني، وده رد فعل مناسب ومنطقي لتهديد حقيقي. يعني طبيعي جدا إن الواحد يخاف لو شاف أسد قدامه. أما النوع التاني فهو الفوبيا، ودي بقى قصة تانية خالص. دي عبارة عن خوف غير عقلاني ومبالغ فيه جدا، لدرجة إن رد الفعل بيبقى مش منطقي أبدا مقارنة بالخطر الحقيقي. والفوبيا دي ليها أشكال كتير بنشوفها أو بنسمع عنها. في اللي بيخاف من الحيوانات زي العناكب والتعابين، وفي اللي بيخاف من حاجات في الطبيعة زي الأماكن العالية. في كمان مخاوف ليها علاقة بالدم أو الحقن، ومخاوف من مواقف معينة زي الطيران أو الكلام قدام الناس. طيب بعد ما فهمنا كل ده، نوصل بقى للنقطة الأهم: إزاي ممكن نحول الإحساس ده من مجرد خوف بيشلنا لقوة حقيقية بتدفعنا لقدام؟ لو أي حد بيحس إنه محتاج يتعامل مع مخاوفه بشكل أحسن، فالمفروض يعرف إنه مش لوحده خالص. بالعكس، في نسبة ضخمة جدا، 77% 77% من الناس بيتمنوا نفس الحاجة بالظبط. وده بيورينا قد إيه الإحساس ده مشترك عند أغلب البشر. والفكرة دي مش مجرد كلام نظري، في قصة شخصية بتلخص كل ده. صاحبها بيقول: الخوف من الرسوب في امتحاني كان عميق قوي. الخوف ده مختفاش، بالعكس اثبت لي إنه دافع عظيم غير حياتي. هنا بنشوف مثال عملي إزاي الخوف ممكن يتحول لوقود للنجاح. يبقى الخلاصة والنقطة الحاسمة هي: مطرح ما نلاقي الخوف لازم نعرف إن في قوة كامنة. هما ببساطة وجهين لنفس العملة. طيب إزاي نعمل التحويل ده بشكل عملي؟ الموضوع ممكن نلخصه في 4 خطوات بسيطة. أول حاجة التأمل الذاتي، يعني نقعد مع نفسنا ونسأل هو الخوف ده جاي منين بالظبط. تاني خطوة نوزن الاختيارات، نجيب ورقة وقلم حرفياً ونكتب إيه الإيجابيات والسلبيات لو أخدنا خطوة، وإيه الإيجابيات والسلبيات لو فضلنا في مكاننا. تالت خطوة ودي يمكن الأهم، الفعل. ناخد أول خطوة، مش مهم صغيرة قد إيه، المهم إنها في الاتجاه الصح. ورابع حاجة وأخيراً الاحتفال، لازم نقدر الخطوة دي ونكافئ نفسنا على الشجاعة اللي عملناها. في النهاية، الخوف إشارة قوية جدا. السؤال هو: هل إحنا بنسمع للإشارة دي صح وبنفهم الرسالة اللي وراها؟